السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماهير النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم في فيديو جديد معانا النهارده، وهنتكلم عن تحذير من الحكم الكيني بيتر كاماكو. الحكم الكيني اللي عليه شبهات كتير يا جماعة. هنتكلم بعد كلام مهندس عادل القيع عن إمام عاشور، هل هيجي الأهلي ولا لأ، وهنتكلم عن أهم غيابات نادي الترجي لمباراة الأهلي غدا، وهنتكلم عن هنتكلم عن تحذير كرة للعيبة وحقيقة إصابة حسين الشحات وهل هيلحق الماتش ولا لأ، هنتكلم عن مسرحيه عزل مرتضى منصور، عن حوار تاني رجع اللي هو هيتعزل وبيهدد والكلام اللي احنا شفناه في الاخر الايام دوت. تابعوا فيديو معانا الاخر قبل ما نبدا الفيديو، خلينا على لايك وشير واشتراك في القناه، ولو فيها ملاحظه اكتبها في الكومنتات تحت. وهنبدا معانا يا جماعه. الحكم دون عليه شبهات كتيره، عليه كذا دار حواليه كذا حوار، رشوه وبياخد رشوه من الانديه وبيفوت ماتشات وبيطرد لعيبه وبيعمل حاجات موجهه. يعني يا جماعه بالبلدي كده الحكم دون زي ما بيقولوا بياخد رشوه عادي. والنادي الترجي التونسي احنا عارفين في حوار الرشوات ده بيعمل ايه. يعني يبوظ لك فار، يرشي لك حكم، يخوف لك مش عارف ايه، يضرب لك الباص بتاع اللعيبه، ويحاول يأذي اللعيبه. احنا يا جماعه تحذير من هنا للعيبه النادي الاهلي ومجلس وكولر. يا جماعه الحكم ده هينزل يتلكك للاهلي على اي حاجه، هيحسب عليك بيرنت، هيكهرب اللعيبه، يدي اللعيبه كتير انذارات، يديك طرد، هيكهربك الماتش. فيا جماعه عليك ما نمشيش ورا مشاده مع الحكم، عشان الحكم ده هيتلكك انذار وفي الاخر يديك طرد وكده ويبوظ لك الماتش. عشان زي ما احنا يا جماعه عارفين بعد ما الترجي اتصدم بحقيقه منع الجماهير قال لك بس الحل بتاعي عشان اضمن واعرف اظبط الدنيا الحكم. والحكم يا جماعه عليه شبه كتير. هل انتوا شايفين الكلام ده ممكن يحصل ولا لا؟ انا اتوقع الترجي عادي ممكن يعملها، انا من خبرتنا في الترجي السنين اللي فاتت ممكن يعملها عادي. بس يا جماعه اتمنى ان ده ما يحصلش، ولاعيبه النادي الاهلي تاخد حذرها مع الحكم وتعاملوا بهدوء وما تعترضش معاه لاي حاجه. حسب اي حاجه غريبه ماشي وافقوا عدوا الدنيا عشان نعدي الماتش على خير. وهنتكلم عن حقيقه المهندس عادل القيعي امبارح مع المذيع كان بيساله هل الاهلي ممكن يتعاقد مع امام عاشور. فكان رد المهندس عادل القيعي رد، يعني احنا هنشوفه مع بعض ونفهم هو كان قصده ايه. بيقول لك ان انا يا جماعه دي مش بتاعتي، دي قرار مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب. لو محتاجين اللاعب هيجوا يقولوا لنا احنا كشركه كوره روحوا خلصوا مع اللاعب، فاحنا بالتالي لما هناخد التصريح منه هنروح نخلص مع اللاعب ونمضيه وخلص الحوار كله. بس دي هتبقى وجهه نظر الاداره وكابتن محمود الخطيب، دي مش بتاعتي انا. لو قال لي ساعتها ما اقدرش اعترض، ساعتها انا هخلص في اللاعب كل حاجه. الكلام ده يا جماعه معنى ان هو يطلع دلوقتي ان انا زي ما اكدت عليكم ان امام عاشور هيرجع مصر على النادي الاهلي. احنا قلنا لكم الزمالك اتعمل فيه كوبري تاني زي كوبري الكهرباء وهياخد على عينه تاني زي حوار كهرباء. يعني هو بالعقل واحد راح هناك اتصاب قال لك هيجي يتعالج في مصر؟ يعني ايه يا جماعه؟ في الاخر اول ما يتعالج يقول لك الجهاز، يقول لك الفريق بتاعه الدنماركي مش مقتنع بيه وهيفسخ تعاقده. وان شاء الله امام عاشور هيبقى في النادي الاهلي رسميا بعد التصريح ده، بياكد ان فعلا في كلام ما بين اللاعب وما بين الاهلي. يعني ده يا جماعه ده كلام واضح ان ما ينفعش الكلام ده يطلع في الوقت الاول واللعيبه على حسب كلامهم في مصر بيتعادل. يعني كده حصل كلام. بس يا جماعه انتوا قولوا ايه رايكم في الكومنتات، هل الصفقه دي لو تمت هتبقى كويسه ولا هتبقى وحشه؟ استنوا رايكم في الكومنتات تحت. عن قرار الكاف ان في زي ما احنا عارفين الترجي بعت له استئناف ان هو محتاج الجماهير بتاعته تحضر في الماتش ده، والكلام اللي احنا شفناه ده في اخر الايام. والكاف صدم الترجي قال له يا باشا مفيش منه الكلام ده، ان هم اشعلوا النيران ودخلوا الشنيور وضربوا اللعيبه وبيحدفوا حاجات ما ينفعش تحدف على الجماهير، ازايز والكلام ده. قال له يا باشا مفيش حاجه اسمها استئناف والكلام ده، تلعب من غير جماهير، يعني هتلعب من غير جماهير الباب ده مقفول. بس يعني انت بص احنا حاجه الصراحه يا جماعه ان الكاف حسب ما قال له بقول لك ايه، فكك بقى ايه من المماطله والحوادث اللي انت دي، انت كده كده هتلعب من غير جماهير مهما عملت طلعت نزلت هتلعب من غير جماهير. الحمد لله يعني الحمد لله يا جماعه احنا القرار ده احنا عارفينه. بس هو ايه زي ما انتوا عارفين الترجي كان بيحاول يماطل يعمل اي حاجه، لكن في الاخر اتصدم بالحقيقه ان هو لازما يلعب من غير جماهير. وهنتكلم عن رساله الكره للعيبه. وكره يا جماعه بيحذر اللعيبه احنا لازم نلعب بتركيز، مالناش دعوه باي مين متصاب مين مش متصاب. الكلام اللي هم طالعين يقولوه ده مش 7 8 لعيبه متصابين وده واخد انذارات ومش هيلعب. الكوره بيقول للعيبه احنا مالناش دعوه باي حوارات دي كلها، احنا هنركز على الماتش، هنركز على نفس اسلوبنا في اللعب ان احنا نحاول نطلع بنتيجه حلوه في رادس عشان نريح مصر نريح بعضنا في مصر ونبقى التاهل سهل علينا. حتى لو طلعنا كسبانين 2-1
فاهم يعني اهم حاجه نعمل نتيجه ايجابيه عشان ما نصعبش الدنيا علينا في مصر. وبرده يا جماعه لازم ندي فريق الترجي حقه، وفريق محترم وكل حاجه ويا جماعه كولر مش عايز اي استهتار ولا اي حاجه يعني تحصل من اللعيبه. احنا نلعب كانه ماتش عادي، كان الترجي بكامل صفوفه مالناش دعوه بالحوارات بقى ايه الاصابات والكلام بتاعهم دون. ويا جماعه بنتكلم عن وهنتكلم طبعا عن غيابات نادي الترجي اللي هي هنتكلم برضه عن غيابات نادي الترجي اللي هو اول واحد معز بن شريفيه حارس المرمى، وهاني عماول باك، والهوني، وايضا رياض بن عياد وشيلان الشعلاني. دي طبعا غيابات يا جماعه نادي الترجي بكره ان شاء الله. يا رب يا جماعه احنا نتمنى طبعا من هنا نتمنى النادي الاهلي يكسب ويقدم اداء حلو يا جماعه، وما نخافش. احنا كمان هنلعب من غير ضغط جماهيري، يعني دي حاجه حلوه لينا. يعني هنشيل بقى من على دماغنا حوار الضغط والجماهير والشماريخ والكلام اللي بيعملوه دي والهدافات والشتايم اللي هم ممكن يقولوها لو حسوا النتيجه رايحه منهم. وهنتكلم عن اخر حقيقه غياب حسين الشحات. فعلا يا جماعه في اخر تمرين لحسين الشحات مع كولر جهاد وهو بيتمرن، فكولر قرر ان هو ما يخليش يكمل التمرين ويحاول يشوف ايه، والدكتور يشوف ايه اللي عنده مشكله يحاول يحلها بسرعه قبل ما تبقى كبيره. وفعلا يا جماعه كولر اطمن على اللعيب. هو اللعيب احتمال يبقى هو مش هيغيب، لا هو هيبقى موجود بس هيبقى على دكه الاحتياط، هينزله مثلا في الدقيقه 60 70 كده لو الماتش حصل له اي حاجه. عشان طبعا يا جماعه عارفين ان حسين الشحات من اهم لعيبه نادي الاهلي. اخر كام ماتش ليه هو الصراحه فارق، كان بيعمل ادوار كتيره، يعني كان بيصنع اهداف ويجيب اهداف الحمد لله، وكان بيلعب يعني كان بيحل الكوره مشاكل كتيره. بس يا جماعه ان شاء الله حسين الشحات هيلحق معانا الماتش وهيبقى على دكه الاحتياط، وان شاء الله حتى لو ما لحقش احنا معانا رجاله لعيبه هتسد مكانه ان شاء الله وهنكسب. وعبد القادر عندنا كلنا ثقه فيه ان شاء الله يرجع لمستوى عبد القادر اللي احنا عارفينه المعتاد اللي هو بيرقص ويشوط ويعمل كل حاجه كويسه ان شاء الله. وهنتكلم يا جماعه عن حقيقه عزل مرتضى منصور. مرتضى منصور يا جماعه راح للوزير قال له بيعمل حته ضغط كده. يا جماعه انا اتخنقت من القواضي اللي بترفع عليا، اتخنقت من كل شويه انتقادات رفع قواضي مش عارف مين يرفع عليا قضيه سب وقذف. طب ما انت اللي بتشتم وانت اللي بتعمل كده، فانت بتشتم بتزعل ليه من رد فعل الناس؟ يعني انا واحد شتمني طبيعي يعني لازم ارد عليه او اعمل اي فعل، فانت ليه بتشتم كده؟ ويروح يروح يقول لي وزير ايه انا بهدد ان انا هاخد المجلس كله بتاعي وهنمشي بقى ونسيب النادي بقى في دوامه اللجان والناس اللي مش عارفين يديروا الكلام دون. يا مرتضى انت كده كده مش تمشي يا مرتضى، انت بتعمل اي حوار وخلاص. انت بتعمل كده عشان تحاول تضغط عليهم، وانت اصلا عارف لا جماهير النادي الاهلي ولا جماهير الزمالك نفسها حباهم، كلها على الجروبات عماله تقول لك ارحل ارحل وانت قاعد. يعني الجماهير ولا طايقاك مرتضى ولا ابنك امير ولا ابنك احمد مرتضى. واحد مبوظ فريق الكوره والتاني مبوظ لك فريق السله، عمال كل شويه ايه مش عارف انا مش عارفين يجيبوا صفقات ويمشوا ناس مهمه واللعيبه بتهرب منهم والمدربين بتمشي منهم. يا مرتضى يا عم انا عايز اقول لكم يا جماعه ان مرتضى منصور احنا عارفينه، مرتضى منصور فكره لا تموت، وهو بيعمل شو كده بس عشان ايه يحاول يعمل يعني الحاجات بتاعته عشان حاسس ان هو ايه الناس بتيجي عليه كويس. عايز اقول له انت كفايه ان الوزير واتحاد الكوره جايبين لك حكام الله ينور عليهم، يعني بيعدوا لك مطوشه. يعني فريقك انت خليت الزمالك بيكسب فريق درجه ثانيه وبيحمد ربنا ان هو كسب فريق درجه ثانيه. يعني مع احترام يعني طبعا الفرق درجه ثانيه كلها، بس انت خليت منظر فريق وحش. بس كده يا جماعه ده كان كل اللي معانا فيديو النهارده، ويا ريت اذا عجبكم الفيديو خلينا لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.